منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن، الأوضاع ملتهبة وساخنة للغاية، ما بين يعني ما يحدث من تطهير عرقي وجرائم حرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، ثم بعد ذلك في الضفة الغربية، ومنذ فترة ليست بالقليلة انتقلت وبدأنا نتحدث عن غزو بري للجنوب اللبناني والعديد من الاغتيالات لقيادات الصف الأول لحزب الله والمقاومة في لبنان. الأمور مرشحة لتصاعد أكبر، مرشحة أننا ندخل في حرب إقليمية مفتوحة أعتقد لا يرغب فيها أحد ولا يستطيع أن يتحملها أحد، ومع ذلك يبدو أننا نتجه بقوة صوب هذا السيناريو. لماذا تدفع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب الاتجاه أو صوب هذا السيناريو؟ وإيه هي المكاسب اللي ممكن تحققها؟ وهل هي بتحقق مكاسب على الدوام ولا مجرد مكاسب لا ترقى للخسائر التي واجهتها من 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن؟ ده موضوعنا مع حضراتكم دلوقتي. معنا الحديث والحوار أستاذ أحمد سلطان، الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أستاذ أحمد، بداية هل تستطيع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تستمر في هذه الحرب لمدة عام قادم على الأقل؟ يعني دائما ما كان يقال أن جيش الاحتلال لا يستطيع أن يدخل في حروب طويلة الأمد، لا هو اقتصاديا يستطيع ولا عسكريا ولا حتى الداخل الإسرائيلي يتحمل ذلك. نعم، يعني ده التصور الشائع الذي راج على مدار سنوات طويلة، خاصة مع ظروف الحرب المصرية الإسرائيلية في يعني من 67 ل 73، والتي يعني توجت بانتصار أكتوبر الذي تحل ذكراه يعني في هذا الشهر. لكن ببساطة نحن بحاجة لإعادة النظر في هذا المفهوم. نحن الآن نرى جيش الاحتلال يقاتل لمدة عام في يعني الجبهة الجنوبية في قطاع غزة، ثم ينتقل للعمليات في الشمال، وهو يخطط لحملة طويلة. في الحقيقة تصور أنه لا يستطيع أن يخوض حرب طويلة بحاجة لبعض الشرح والتفصيل. هذا الجيش تلقى ضربات قوية جدا وهزيمة استراتيجية في 7 أكتوبر لا يمحي أثرها ولا عرها ما يحدث الآن، سواء في لبنان باغتيال قادة حزب الله ومحاولة التوغل البري، أو حتى بتوجيه ضربات قوية لإيران. لأن 7 أكتوبر 2023 يعني بمثابة الزلزال الذي ضرب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك الاستخبارات، الأجهزة الاستخبارات المختلفة، والجيش الإسرائيلي الذي فشل في التصدي أو التنبؤ بالهجوم الذي حصل. لكن الآن هناك إطالة لأمد المعركة. بالطبع سيحدث استنزاف طويل لجيش الاحتلال، وهناك رغبة في تعويض هذه الخسائر. وفي الحقيقة تعويض هذه الخسائر يتم بواسطة الولايات المتحدة على صعيد المعدات وعلى صعيد الدعم العسكري، وأيضا على صعيد الأفراد عن طريق شركات أمنية خاصة توظف متعاقدين، أو بتعبير دقيق مرتزقة للقتال في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية. سمعنا عن ذلك وقرأنا عن ذلك تحديدا، أنه في كتير من المرتزقة من دول أوروبية عديدة موجودين بيحاربوا داخل هذه الحملة العسكرية لجيش الاحتلال. نعم، ده صحيح، وهناك شركات أمريكية وأوروبية تعمل في هذا الأمر عن طريق استقطاب مقاتلين سابقين خدموا في وحدات أو في جيوش أوروبية أو في الجيش الأمريكي وفي الوحدات الخاصة، ثم بعد ذلك يتم استقطابهم ويعني عن طريق هذه الشركات وإمضاء عقود معهم وإرسالهم للحرب في المنطقة العربية. ولعل هذا يفسر لماذا يعني لا تعلن إسرائيل عن خسائر كبيرة رغم الضربات التي تلقتها في قطاع غزة ورغم الضربات التي تتلقاها في جنوب لبنان. هناك بعض التقديرات في الحقيقة لا يمكن الجزم بصحتها، لكن يعني نتيجة رصد حركة هؤلاء المقاتلين الأجانب أو المرتزقة، تقول أن هناك 40,000 مقاتل مجندين للقتال في لبنان. وهناك رغبة إسرائيلية أمريكية في الدفع بالأمور، ليس فقط لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، ولكن التوجه صوب بيروت، وربما بعد من ذلك فتح
أيضا جبهة على الحدود السورية تحديدا في الجولان السوري. حضرتك بتتكلم كده عن تقريبا إعادة احتلال الجنوب اللبناني كاملا مرة أخرى، إعادة أو احتلال حتى وصولا زي ما حضرتك تفضلت حتى لبيروت العاصمة. نعم. هو لكي ندرك طبيعة الموقف لابد أن نقرأه في سياقه العام. السياق العام يقول أن هذه ليست عمليات محدودة سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني، بل محاولة لإعادة هندسة المنطقة العربية وإعادة رسم خطوط النفوذ والسيطرة وتوجيه ضربات قاسمة للمشروع الإيراني، لأن المشروع الإيراني كان يتنافس مع المشروع الذي تتبناه الولايات المتحدة والذي تعد إسرائيل قاعدة متقدمة له في المنطقة العربية، وبالتالي في صراع ما بين مشروعين. الآن هناك رغبة لإعادة تهيئة الأمور خاصة في هذه الأشهر القليلة، والدفع في إعادة رسم حدود المنطقة ثم تطبيع العلاقات مع الأنظمة والدول القائمة على أساس المصالح الاقتصادية، تصبح إسرائيل هي القوة العظمى في الشرق الأوسط. ولذلك في كل مناسبة يقول نتنياهو ويقول جالانت وهليفي رئيس الأركان الإسرائيلي أننا نعمل على إعادة صياغة الشرق الأوسط مرة أخرى. فهذه حقيقة الحرب، وهي في رأيي وتقديري حرب أمريكية بأيدي إسرائيلية. ولكن لماذا تسعى الولايات المتحدة لتحقيق ذلك على الأرض؟ يعني قد يكون مفهوم البعد الإسرائيلي هنا، لكن ماذا عن الولايات المتحدة؟ ألا يضر ذلك بمصالحها بشكل مباشر؟ نعم. لابد أن نقرأ عقيدة الأمن القومي الذي تتبناه إدارة بايدن، والذي يتوقع أن تتبناه إدارة كاميلا هاريس إن وصلت إلى السلطة في الانتخابات التي ستعقد خلال يعني حوالي شهر تقريبا، وسيتم تسليم السلطة في يناير المقبل، يناير 25. عقيدة الأمن القومي الأمريكي في الوقت الحالي والعقيدة التي يتبناها الحزب الديمقراطي تركز على الصراع الجيوستراتيجي مع الصين أولا ثم روسيا ثانيا، وهذا يقتضي أن تتفرغ للصراع في جنوب آسيا ووسط آسيا والاتجاه نحو المحيط الهادي والهندي، وإعادة التركيز على الصين التي صعدت بقوة وروسيا التي تشاغب وتشاغل الولايات المتحدة وتطلق حربا يعني طويلة المدى وطويلة الأمد على حدود حلفاء أمريكا في أوروبا في الوقت الحالي. ولكن الولايات المتحدة بالفعل قامت بذلك منذ سنوات، هي انسحبت من العديد من القواعد اللي كانت متمركزة لها، قواعد كبرى داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط. صحيح. ما هو المشهد متداخل، بمعنى أن هذه الرغبة في التركيز على الصين وروسيا باعتبارهم الخصوم الأكثر تهديدا للنظام العالمي الذي يتفلت من أيدي الولايات المتحدة الأمريكية يقتضي أن يتم إعادة تهيئة الأوضاع في المنطقة العربية التي تسميها القوى الاستعمارية بما في ذلك الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. وهذه التهيئة لابد أن يتم القضاء على كل من يرفض المشروع الأمريكي الإسرائيلي وضرب كل الحركات التي يمكن أن تشكل تهديدا لأمن دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة تهيئ المنطقة وإقامة علاقات جديدة يتم فيها التطبيع باعتبار إسرائيل أمرا واقعا ونسيان قضية المقدسات الإسلامية والأراضي المحتلة وكل هذا الأمر. ومن ثم حين تهيئ الأوضاع في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية تنشغل أمريكا بالصراع واحتواء الصين، وأيضا الضغط بمزيد من الضغط على روسيا التي تخوض حرب. ولكن المصالح الأمريكية هل تدرك الولايات المتحدة أنها إذا كانت تمضي قدما في هذا السيناريو زي ما حضرتك تتفضل وبتقول لنا أنه هذا قد يهدد مصالحها بشكل مباشر في الشرق الأوسط؟ لأنه بالفعل العديد من الدول العربية هي بشكل أو بآخر على علاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة، وليست هناك أي خلافات جذرية على الساحة. فقد تكون هذه التحركات مضرة لهذه الأنظمة بين قوسين الصديقة أو التي على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وقد تؤدي لزلزلة المنطقة كلها. صحيح. وأنا هنا يجب أن أشير إلى أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة، طرح من قبل، طرحته إدارة جونسون اللي كان رئيس ديمقراطي بالمناسبة بعد حرب عام 67، ولكن لم يكتب له أن يستمر نتيجة أن إعلان مصر أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وحالة الربط. ثم طرح مجددا عن طريق شمعون بريز وعن طريق دوائر مراكز الفكر الأمريكية وغيرها في ما سمي بمشروع الشرق الأوسط الجديد، وأعيد طرحه مرة أخرى فيما عرف بصفقة القرن. والآن يتم محاولة تطبيق هذا المشروع بالحديد والنار. هذا ما يتحدث عنه
نتنياهو وما تتحدث عنه الولايات المتحدة. إذن هل يضر هذا الأمر بتوازنات المنطقة ويضر بمصالح الدول الصديقة أو حلفاء الولايات المتحدة؟ قد يؤدي إلى ذلك بالفعل، لأن إذا اشتعلت المنطقة، إذا ذهبت إسرائيل إلى أبعد مدى كما تريد، إذا ضربت مصافي النفط الإيرانية واشتعلت الأوضاع في إيران، فلن تقف إيران يعني مكتوفة الأيدي، ولن تسكت الفصائل الولائية المرتبطة بإيران في كامل المنطقة. ولعل هذا يفسر ما قاله أبو آلاء الولائي، واللي هو القيادي في كتائب حزب الله العراقي، وهي إحدى الفصائل الولائية المرتبطة بإيران، حين هدد بأن مصافي النفط كلها في المنطقة ستشتعل إذا اشتعل ما يسمى بمحور المقاومة. فالآن هو صراع حقيقي ينذر بتدمير واسع النطاق لكثير من القوى في المنطقة، وهذا طبعا سيضر بالمصالح الأمريكية. لكن للأسف الولايات المتحدة في الوقت الحالي، حتى كثير من دبلوماسييها الموجودين في المنطقة العربية تشربوا الفكر الصهيوني، وهم يعني قدموا من خلفية المسيحية الصهيونية بالأساس، ثم تشربوا الصهيونية السياسية، وبالتالي فهم يخدمون مصالح دولة الاحتلال حتى قبل مصالح الولايات المتحدة. يعني وهذا بالمناسبة أشار له دبلوماسيين عرب كثير. هذا كان قائما منذ سنوات وليس بجديد. يمكن احنا كعرب كنا، دعني أقول يعني، كنا نرفض أن نصدق ذلك أو نطرح ذلك بشكل صريح وواضح. نعم. لكن على الجانب الآخر الدول العربية أين تقف في أمام هذا المخطط؟ إنه هل تتحمل الدول العربية حرب مفتوحة في المنطقة؟ اقتصاديات هذه الدول، الأهم أيضا إنه السعودية يعني إلى حد كبير علاقتها أصبحت جيدة وطيبة مع إيران. إذن الخلاف الحاد اللي كان ما بين الدولتين لم يعد مطروحا بذلك الشكل الصريح والفج. هي استفادة الدول العربية من كل ما يجري على الأرض، وكيف يمكن أن يكون لها دور فاعل إيجابي في هذه الحرب الدائرة. نعم. يعني قبل أن أحلل أو أشرح موقف الدول العربية، دعني أعود لتصريح خرج بالأمس من مسؤول إيراني بارز تحدث فيه على أن إيران والدول العربية متفقة على خفض التصعيد في المنطقة، لكن إسرائيل لا تستمع لأحد. وأيضا نفس الكلام قاله مسؤولون أوروبيون وأمريكيون. ببساطة الدول العربية غير راغبة بالأساس في إشعال حرب إقليمية واسعة النطاق. هناك ضغط من مصر وتحذيرات من مصر، وهناك ضغط من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية تريد احتواء هذا الأمر. لكن الإدارة الديمقراطية الحالية، ولأنها ترى أن حظوظ كاميلا هاريس في الفوز بالانتخابات المقبلة أفضل قليلا من حظوظ دونالد ترامب، فهي تريد أن تكون هذه الأشهر القليلة يعني أشهر الصدمة والذهاب إلى أبعد مدى وإعادة تهيئة الأمور. ثم حين تقدم كاميلا هاريس، لأن خلاص مسيرة بايدن انتهت، وبالتالي فلا مانع من أن يتحمل مزيد من اللوم، لأنه في النهاية سيغادر البيت الأبيض ويغادر الحياة السياسية بالكامل خلال أشهر قليل. ثم تأتي كاميلا هاريس لتتودد للدول العربية مرة أخرى وتعيد التأكيد على فكرة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والتطبيع مع إسرائيل، وبالتالي تقدم الوجه الأمريكي الذي اعتدناه والذي كنا نرفض أن نصدق أنه الوجه الحقيقي من قبل. هذا الوجه الذي لا يبالي حتى بالحلفاء. على سبيل المثال، أنا لن أقول دول المنطقة العربية، انظر إلى الدول الأوروبية التي غامرت الولايات المتحدة بدفعها لأوكرانيا في الدخول في الحرب مع روسيا، كيف أصبحت القوات الروسية على حدود الحلفاء الأمريكي، حلفاء أمريكا في أوروبا، رغم اتفاقية حلف الأطلسي ورغم كل شيء. فالولايات المتحدة تعمل من أجل مصالحها الخاصة، والنهج السياسي ونهج السياسة الخارجية الحالي يضر بمصالح كل حلفاء الولايات المتحدة، ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في العالم بأسره. إذن الصورة معقدة والأمور معقدة ومتشابكة للغاية، ونأمل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذه الغمة سريعا عن كل الشعوب العربية وبلادنا العربية. أستاذ أحمد سلطان، الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، شكرا جزيلا، نورتني. عفوا يا فندم. عفوا أستاذ محمد، شرفتك. شكرا لحضراتكم، ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة وأمريكا بالمصري، حتى نلتقي في رعاية الله.
شكرا.